بتاريخ 9/5/2017 ميلادي الموافق ب 13 شعبان 1438 هجري. نبدأ اليوم محاكمتنا وهي موجهة إلى متهم وهو الرياضيات، والتهمة أنه مادة صعبة وتقلل من المجموع العام. بعد أن سمعنا لكلا الطرفين نقرر ما يأتي. المتهم الرياضيات بريء من جميع التهم الموجهة إليه. تصبح الرياضيات مادة أساسية في المنهاج. يلزم جميع الطلاب بحضور المادة ويحاسب كل من يتغير. رفعت الجلسة بتاريخ 9/5/2017 ميلادي الموافق 13 شعبان 1438 هجري. السلام عليكم، أنا الميسرة نور حاج قدور. اجتمعت مع مدير مدرسة جبكاس ومع الطلاب من أجل قيام بمسرحية في الرياضيات، وتتضمن هذه المسرحية أن طالب يتقمص مادة الرياضيات ويدافع بفكرة بسيطة عن أهمية مادة الرياضيات في الحياة اليومية، في حياتنا أيضا الاجتماعية. وأيضا سنقوم أيضا محكمة في الرياضيات، ومن ثم نقوم بأنشودة تتحدث أيضا عن الرياضيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الأستاذ جمال محمد من مدرسة جبكاس، رئيس المكتب التعليمي في المجلس المحلي لقرية جبكاس. قمنا بعمل مسرحي في محاكمة الرياضيات ومشاركة الطلاب ودعم للعلم ودعم التعليم الفعال في هذه القرية وفي ريف حلب الجنوبي بالأخص.